شوية ومش هتشوفهم تاني، شوية ومش هتبقى شايفهم. بعد ما تتعافى من الخذلان والوجع والألم وتبقى شخص تاني، سبحان الله هتبقى شخص تاني، هتبقى أحسن من الأول. هتبقى أحسن لأن أنت هتبقى مريت بمراحل وتجارب كتيرة، حاجات عمرك ما شفتها، فأنت اتغيرت، ربنا علمك، بقيت شخصية أحسن وأحلى وأتقل وأقوى وأجمل. مع إن أنت أصلا كنت جميل، يعني أنتوا كنتوا حلوين وولاد أصول أوي، بس بالرغم من كده بتبقى أجمل وأحلى. ساعتها مش هتشوفوها، انتوا مش شايفينها خلاص. هتحسوها، هتستغربوا. ساعتها مش هتشوفوها، هتشوفوهم مش شايفينها. ما انتوا ما بتشوفوش الناس اللي زيهم دول، ما بيتشافوش. الناس دي ما بتتشافش. هي عموما في الحياة الناس اللي زي دي، الناس الأسوية ما بياخدوش بالهم منهم ولا بيشوفوهم، لأن هم مش أسوية. فربنا يكون في عونهم في اللي هيشوفوه لسه، وحسابهم تقيل قوي من كتر الظلم والافتراء. فانتوا حسابكم تقيل، فاطمنوا، هم حسابهم تقيل، لكن انتوا خلصت خلاص، انتوا هتتعافوا وهتفوق. فعشان كده ما تضيعوش وقت، يلا تعالوا معانا في رحلة التعافي من الخذلان، وان شاء الله هتفوقوا معانا. مش هنسيبكم لما تفوقوا بإذن الله، لأن انتوا تستحقوا ذلك. يلا عشان تلحقوا نفسكم.